عندي بعض العتب وبعض الكلمات التي أوجهها إلى فخامة رئيس الوزراء نور المالكي. أوجه له العتب من الشعب وبصوت الشعب إلى حكومته، عسى أن يرتفع الظلم عن الشعب وتقترب الحكومة عن شعبها ومن شعبها. أقول له أيضا: أين أنت من المرجعية؟ هل هي راضية عنك؟ هل هي راضية عن أدائك أم لا؟ فسل نفسك. أين أنت من التشيع الذي يشيع مبادئ الشراكة والتسامح والمحبة والوحدة، فهل طبقتها؟ أين أنت من الشعب الذي بات بلا أمان ولا خدمات ويرتع بمياه الأمطار؟ أين أنت من حقوق الإنسان وفي السجون أسرى ونساء تنتهك وأعراض تنتهك؟ أين أنت من علماء الحوزة، من العلماء والحوزة؟ هل هم راضون عنك؟ وهل أشركتهم بالمشورة وطلب النصيحة؟ أين أنت من المطالب الشعبية؟ هل سمعت لمطالبهم ومتطلباتهم؟ هل فكرت يوما أن تحميهم بدل أن تحمي من لاذ بك فقط؟ وأوجه كلامي أيضا وأقول: أين خيرات العراق؟ أين نفط العراق؟ وأين أرض العراق المعطاء؟ لا زراعة ولا صناعة ولا كل شيء أصلا. أين أمن العراق؟ وها هي المفخخات والتفجيرات تعود وتزداد يوما بعد يوم، والاغتيالات تنتشر وأموال الناس تسرق. أين وحدة العراق والكل يسعى إلى أقلمته وتقسيمه؟ أين تحملك للمسؤولية؟ هو حيث قال رئيس الوزراء قال: أنا أتحمل المسؤولية التضامنية، وفي نفس الوقت تلقي المسؤولية على الوزراء وتتملص من المسؤولية وتتخلص منها. لماذا تقيد وتقصي الشركاء؟ تقيدهم وتكبل أيديهم وتجير منجزاتهم لك، وفي نفس الوقت تقصي آخرين عن بناء العراق. لماذا تصالح الإرهابيين وتصعد بهم إلى الكرسي ثم تنقض العهد معهم؟ إن كنت تعلم بأنهم إرهابيون أولا فلما استعنت بهم؟ أليس هذا لعب على مشاعر العراقيين ودمائهم؟ لماذا تتمسك بالكرسي؟ والكرسي من أجل خدمة الشعب، لا الشعب من أجل خدمة الكرسي. لماذا تتمسك بعدة مسؤوليات؟ وزارة الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وكذا. لماذا لا تكون أبا للشعب بدل أن تعادي هذا وذاك ولم تفرق في معاداتك بين الطوائف شتى؟ فكن عادلا في إحسانك كما أنت عادل في إقصائك لهم. لماذا تستحوذ على الكرسي وتسعى للدكتاتورية؟ وقد شهدت مصير الدكتاتوريات، أفلا تخاف الربيع العربي؟ لماذا تسيس القضاء وتتدخل في عمله وتعيق العدالة والحقيقة؟ لماذا أبعدت الجميع عن التشيع فصار الكردي محاربا والسني مظلوما ولم ينتمي لحزبك مهمشا؟ لماذا حولت جميع الدول ضدنا فنحن ننظر إلى دول الجوار كل يسعى إلى عداء العراق؟ لماذا تقطع لقمة عيش الشعب وتريد أن تلغي البطاقة التموينية التي يقتات عليها الشعب؟ وأين حصة الشعب من خيراته؟ لماذا تسكت عن الفساد والساكت عن ذلك قد يعتبر متهاونا أو متعاونا؟ بل وتسعى لتهريب المفسدين والسكوت عنهم وإخراجهم وإبعادهم عن القضاء وتعيدهم إلى إدارة الصفقات مرة أخرى ولا سيما صفقات السلاح. لماذا جعلت العراق مسخرة؟ وأخيرا أقول له: لماذا جعلت العراق مسخرة وأنت الذي تقود العراق وأنت رئيس الوزراء؟ تفضل. الذين كانوا في التظاهرات ولا سيما من رفعهم لصورة الملعون صدام عليه اللعنة والعذاب إلى يوم الدين، لكن هذا لا أتصور أن يكون
صورة لجميع المتظاهرين. إذا أخطأ واحد أو اثنين أو 10 من آلاف أو من مئات الألوف، لا يكون هذا صورة عن الجميع. نأمل بالمتظاهرين في الأنبار والموصل وغيرها من محافظات العراق سنة وشيعة ألا يميلوا إلى الدكتاتورية في يوم من الأيام، وألا يجعلوا الطائفية منحاهم، وهتافاتهم يجب أن تكون من أجل العراق، ومطالبهم يجب أن تكون من أجل العراق ومن أجل بناء العراق ووحدته، وأن يتكاتفوا سوية إلى الخلاص من الظلم. سماحة السيد، هل تكتفون بهذا العتب أم هناك خطوات أخرى ممكن أن تتخذ في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء، أم يكون هذا العتب هو الموقف المعلن من قبلكم؟ التظاهرات ما دامت سلمية وما دامت لا تسعى إلى تشتيت العراق وتفريقه نحن معها، والبرلمان يجب أن يكون معها لا أن يكون ضدها. وما دامت مطالبهم شرعية وشعبية خدمية فلا بد من تلبيتها. ولذلك أوجه ندائي لجميع الحكوميين والبرلمانيين، وعلى رأس الحكوميين رئيس الوزراء الأخ نور المالكي، إلى النظر إلى المتظاهرين وسماع أصواتهم والذهاب إليهم. وأنا أكرر من هنا أيضا مستعد لأن أرسل وفد إليهم وللسماع لمطالبهم، فإن شاءوا ذلك فأنا بالخدمة، وأيضا إذا شاءوا المجيء إلي وأنا بالخدمة للنظر إلى مطالبهم والسماع لهم. هم جزء من العراق ولا بد أن يبدوا العراق معنا، سنة كانوا أم شيعة أم كردا أم عربا، حتى اليهود والمسيحي والصابئي وكل الأطياف يجب أن تبني العراق، ليس حكرا على الشيعة. الشيعي يجب أن يبني العراق مع غيره، السني كذلك وباقي الأطراف كذلك.